شايفة قوام المايونيز وجماله؟ مايونيز طبيعي 100% من غير اي مواد حافظة، من غير مكونات كتير. عملناه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة في كل بيت. بصي القوام قد ايه ناعم. طب بينا بقى نخش على الطريقة على طول ونشوف المقادير وكمان طريقة التحضير. تعالوا نعمل مع بعض كده المايونيز بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، ومكونات مفيش اسهل منها. جبت 3 من بياض البيض، حطيتهم في الخلاط بالشكل ده كده. وطبعا عشان زفرت البيض معانا هننزل عليهم بعصير 2 عدد ليمونة متصفيين من التفل اللي فيهم، وفي نفس الوقت هيدينا كمان مزازة للمايونيز. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، وهبتدي اغطي كده ونضرب الخليط ده كده كويس مع بعض. شايفه الخليط افتحي معانا ازاي؟ هو ده المطلوب. تمام كده. هنبتدي بقى نجيب معانا، هجيب معايا نوع من الزيت يكون نضيف بالشكل اللي انت شايفاه ده، ويكون اللون فاتح. حطيتها في التلاجة شبرت كده وبقت زي ما انت ما شايفه. بصي الازازه مشبره ازاي، هو ده اللي مطلوب. هبتدي انزل بيها خيط رفيع جدا على المايونيز. هبتدي اشيل ده كده من الخلاط وانزل رسوب بسيط جدا كده من الزيت، خيط رفيع جدا. شايفه بقى قوام المايونيز تقل معانا ازاي؟ هتفضلي مشغله ومنزله الزيت كده سكوب من فوق، وزي ما اتفقنا الزيت لازم يكون حاطاه في كده ومشبر. بس المرحله دي كده هبتدي اجيب معايا حوالي نص كوبايه من لبن الحليب، هنزل بيها بالشكل ده كده. هتديني القوام الناعم بتاع المايونيز، وفي نفس الوقت هتزود لي القيمه الغذائيه بتاعه المايونيز. حطيت اللبن، هغطي وابتدي اديله ضربتين كده. شايفه بقى قوام المايونيز معانا عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. ممكن تقللي شويه الملح عن كده لان انا حسيت ان الملح زايد شويه، ممكن تحطي نص معلقه بس من الملح. شايفه قوام المايونيز قد ايه ناعم؟ شايفه؟ تحفه تحفه تحفه، وطعمه في منتهى الجمال. تعالوا نحطه في البطرمان ونشوف عمل معانا قد ايه. شايفه القوام بتاعه عامل ازاي؟ شايفه؟ الله 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 على الجمال. شايفه القوام تحفه، والطعم ملوش حد، نفس المزازه بتاعت بره اللي بنجيبها. شايفه ده برطمان كيلو، يعني عملتي كيلو مايونيز ما شاء الله، والقوام بتاعه ما فيهوش ولا غلطه. ما شاء الله عليه، طعم وقوام احلى بكتير من اللي بنجيبه من بره، ولا بقى مواد حافظه ولا اي حاجه من الحاجات دي. شايفه عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، ولو عجبتك الطريقه ما تنسينيش باللايك الجميل واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.